السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وجمعة مباركة على جميع المسلمين. فخلال هذه الحلقة غادي نتكلم على خبر جديد صار لأبناء الجالية المغربية بعد ما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق 4 الخطوط جوية جديدة بين المغرب وإسبانيا وكذلك المغرب والبرتغال. فخليكم معايا نتلاقاو بعد هاد الفاصل باش نتعرفوا على هاد الخطوط وتاريخ انطلاق الرحلات الجوية ومعلومات أخرى كتخص هاد الموضوع. فما تمشيوش بعيد، نتلاقاو بعد هاد الفاصل القصير. إذن أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن برنامج رحلاتها إلى إسبانيا والبرتغال في إطار الخطة ديالها لتطوير الاستراتيجية الرامية لفتح خطوط جديدة وإنعاش الخطوط اللي تم تعليقها خلال جائحة كوفيد 19 اللي مضات، بحيث غادي تطلق الشركة خطين جويين جديدين بين إشبيلية، طنجة والدار البيضاء. وستعيد فتح خطين كان يعملان قبل الوباء مع كل من تينيريفي وبورتو انطلاقا من الدار البيضاء. أما بخصوص تاريخ انطلاق الرحلات الجوية فغادي تربط الخطوط الملكية المغربية مدينة الدار البيضاء وطنجة بإشبيلية اعتبارا من 4 ديسمبر. وبلا شك هذه الخدمة الجديدة فغادي تلبي طلب السياح الإسبان والمغاربة وأيضا المغاربة المقيمين في إسبانيا، وكتقترح برمجة كتناسب هؤلاء الزبناء، بحيث سيتم تشغيل الخط كل يوم جمعة وأحد. بالإضافة إلى ذلك فغادي تستأنف الخطوط الملكية المغربية تشغيل الخطين اللي تم تعليقهم منذ الأزمة ديال وباء كورونا. وبالتالي ستعيد الشركة الربط الجوي المباشر من الدار البيضاء إلى بورتو وتينيريفي، والتي سيتم إطلاقها اعتبارا من 9 من ديسمبر المقبل. كما ستستأنف الخطوط الملكية المغربية خط الدار البيضاء تينيريفي برحلتين أسبوعيا أيام الخميس والسبت، وخط الدار البيضاء بورتو بمعدل رحلتين في كل أسبوع أيام الاثنين والجمعة. فهادشي اللي كاين في هذه الحلقة، إلى حلقة مقبلة وموضوع آخر إن شاء الله. كنشكركم على التتبع ديالكم والسلام عليكم.